السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو تاع اليوم. كما تشوفوا رجعت لكم بهذه الكيكه الرائعه او تحليه بشوكولا. اتمنى تنال اعجابكم واتمنى كيف تجربوها. تابعوا معايا الفيديو للاخير، ما تنسوش ديروا جيم، تخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش مشاركه الفيديو مع الاصدقاء. نبداو مع بعضنا هنا في تحضير. اول حاجه نحضروا الكريمه، حنستعمل فيها كما تشوفوا نص كاس تاع شونتي مع 4 كاس تاع حليب يكون بارد، ولا تقدروا تستعملوا الماء كيف، المهم يكون هذاك الحليب ولا الماء اقل من الشونتي ويكون بارد. هنا كيف عندي علبه تاع ضانات، العلبه الكبيره، وتقدروا تستعملوا العلب الصغار بصح ديروا 2 علب. نطلعوهم مليح حتى نتحصلوا على هذا القوام. كما تشوفوا تكون الكريمه تاعنا ثقيله، فوالا من الاحسن يعني تستعملوا النوعيه تاع شونتي تكون نوعيه مليحه. ونجيو هنا مع بعضنا نحضروا الطبقه الاولى اللي عباره عن سكوتشو. كما تشوفوا عندي حبه بيض تكون بحراره المطبخ، وايضا 2 مغارف كبار تاع سكر، وعندي ايضا عطر شوكولا تقدروا تستغناو عليه، وعندي 4 كاس تاع زيت، مغرف كبيره تاع الكاكاو، ايضا عندي نص كاس تاع فارينه مع مغرف صغيره تاع الخميره. نطلعوهم كما نقول نخلطوهم فقط، ونضيفوا 4 كاس تاع حليب. فوالا حنضيف هنا كما تشوفوا 4 كاس تاع حليب، خلطوهم حتى نحصلوا على قوام يكون ما يكونش ثقيل خلا وما يكونش سائل خلا. فوالا كما تشوفوا هذا القوام اللي حنحصلوا عليه. نجيب مول تكون القاعده تاعو من تحت تنحى. هنا كما تشوفوا القطر تاعو 20 سنتيمتر، وندخلوه على فرن يعني يكون مسخن من قبل. وهنا نرجعوا نحضروا الشوكولا تاعنا اللي حنديروها كطبقه اخيره. هنا استعملت نص كاس تاع كريمه سائله، حنحطو يسخن، وراح ندير 100 غرام تاع شوكولا نوار. كما تشوفوا قطعتها بهذا الشكل، وحنخليها هكا ونخليها نحركها يعني حتى تذوب، ونخليوها على جنب حتى تبرد. وهنا كما تشوفوا نرجعوا للكيكه تاعي ولا المسكوتشو بعد ما طابت، خليناها بردت. هنا حنحيلها هذاك البابي كويسون كما تشوفوا من تحت، ونعاود انا نقلب هذيك المسكوتشو تاعي ونرجعها للمول. وهنا اللي تحب يعني تشرب المسكوتشو تاعها نورمال، يعني هذه المسكوتشو ما يجيش شايح بزاف. ونرجعوا نجيبوا هذيك الكريمه تاعنا اللي حضرناها مع الاول، نديرها هنا كما تشوفوا نمشيوها نديروها كطبقه ثانيه. وهنا هنا درت الكريمه كامله، يعني خليو غير كميه قليله اللي حنديروا بها من فوق، حنديروا نزينوا بها. هنا نحكم نسوي هذاك السطح مليح. فوالا كما تشوفوا لازم تكون قد. ونجيبوا هذيك الشوكولا بعد ما تكون بردت. هنا هذه الشوكولا يعني تقدروا تعوضوا هذيك الكريمه السائله بالحليب، ديروا كميه قليله من الحليب مع مغرف صغيره تاع زبده، وتخليهم يسخنوا، من بعد تضيفوا لهم هذيك الشوكولا والذوب، ويعني تستعملوها نورمال. يعني ملي ما عندهاش كريمه سائله يعني تقدر تعوضها بالحليب. وندخلوا الكيكه تاعنا للثلاجه حوالي 6 ساعات او اكثر، يعني كل ما تبطا حنتحصلوا على يعني قوام يكون مليح. هنا بعد ما دخلتها يعني الثلاجه انا ما خليتهاش بطاط بزاف. كيما تشوفوا نحكموا هذاك الموس نشيوه في الشط تاع المول كامل هكا باه نحيوه. وهنا نجيبوا هذيك الكريمه اللي خليت منها كميه صغيره، راح ندير بها تزيين. هنا التزيين يعني يبقى اختياري، كل وحده كيف تحب تدير تزيين تاعها. وكيف احكمت يعني حبه تاع شوكولا برشتها ودرتها يعني من فوق، فوالا بهذه الطريقه. يعني كما قلت لكم التزيين يبقى ديما اختياري. فوالا كما تشوفوا هنا راح نجيب موس نقطع الكيكه تاعي. هنا التقطيع يعني تقدروا تقطعوها على 8، راح يجيكم القطع كما نقولوا ملاح برك. هنا درتهم يعني كبار شويه، قطعت على 6. فوالا كما تشوفوا
وانا نجي نذوقها معكم. كما تشوفوا جات بزاف بنينه وهايله. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى تجربوها ونتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش مشاركه الفيديو مع الاصدقاء، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.